خليني أقولك من غير تجميل، الفقر مش رقم في البنك ولا رصيد فاضي ولا جيب مقلوب. الفقر في حقيقته كائن قاعد جنبك من بدري قوي، قبل ما تكبر، قبل ما تشتغل، قبل ما تفهم الدنيا. الفقر شخصيا ما يستناش لما تبقى مفلس، هو يدخل بدري ويقعد في دماغك. أول ما يقعد يقولك كلام شكله نصيحة بس هو سم بطيء. يقولك خلي بالك، ما تجيبش دي غالية عليك، انت مش زيهم، ارضى باللي معاك، بلاش تحلم كبير علشان ما تتكسرش. وتحس انه خايف عليك وهو في الحقيقة مربطك. أول كائن في قعدة الفقر أبو الحساب ده، اللي يحسب كل حاجة قبل ما تتحسب. يحسب اللقمة والهدوم والخروجة والحلم، يحسب قبل ما يعيش. يخليك دايما سابق نفسك بخطوة خوف، تحس إن الفرح محتاج ميزانية وإن الطموح رفاهية. تاني كائن المكسور شياكة، ده اللي يخليك تعمل فيها متعفف وتقولك أنا مش طماع، أنا قنوع، أنا بسيط. بس في الحقيقة أنت مش بسيط، أنت محروم، ومش مسموح لك تعترف بكده علشان ما تبانش ضعيف. وتالتهم أخطرهم أبو المقارنة الهادية، ده اللي يخليك تبص على اللي معاه أكتر منك وتقول أكيد حرامي، أكيد واسطة، أكيد الدنيا مش عادلة، علشان تريح ضميرك، بس في نفس الوقت تزود الغل جواك. الفقر شخصيا ما يقولكش أنا هأذيك، هو يقولك أنا واقعي، أنا بحميك من الصدمة. بس الحقيقة الفقر ما بيحميش، الفقر يألم جناحاتك، يخليك تحلم على قدك وتفرح على قدك وتغضب على قدك. وأقصى حاجة إن الفقر ما يقفش عند الفلوس، الفقر يدخل في الاختيارات، في العلاقات، في الشغل، في كرامتك. يخليك تقبل اللي ما كنتش تقبله لو إيدك مليانة، يخليك تسكت على حاجات علشان خايف تخسر القليل اللي معاك. والأخطر بقى إن الفقر شخصيا يحب يتورث، يحب يقعد في العيلة، يتنقل بالكلام مش بالفلوس، يتنقل بجملة زي إحنا ناس على قد حالنا، إحنا ملناش في الحاجات دي، الغنى مش لينا. الجمل دي أخطر من أي عجز مادي. طيب نعمل إيه؟ نكره الفلوس؟ نعبدها؟ نعيش طول عمرنا مجروحين؟ لا، الحل ولا ده ولا ده. الحل إنك تفصل بين الفقر كواقع والفقر كهوية. إنك تقول أنا ممكن أكون فقير دلوقتي، بس أنا مش الفقر نفسه. أول ما تفهم إن الفقر شخص قاعد جنبك مش جواك، يبدأ يضعف. أول ما تحلم من غير ما تعتذر لنفسك، أول ما تطلب أكتر من غير ما تحس بالذنب، أول ما ترفض الإهانة حتى وإنت محتاج، الفقر يتلخبط. الفقر الحقيقي مش إنك معكش فلوس، الفقر الحقيقي إنك تصدق إنك ما تستاهلش الفلوس ولا الراحة ولا الأمان. فخلينا سيبك بالسؤال اللي تقيل شوية، الفقر اللي قاعد جنبك دلوقتي مسيطر عليك ولا أنت لسه مآمن إنك تستاهل تعيش أحسن؟